لو سألت أي شخص وقلت له إزاي أحب الفيزياء أو إزاي أذاكر الفيزياء، الرد المتوقع بتاعه هيكون حل كتير، بس عمره ما هيقولك تحل إزاي. وده اللي أنا هعمله في الفيديو ده، فيلا بينا. تعالى اقول لك بقى يا باشا ازاي تحل المسائل. فانت لو عندك مجهول واحد، كل اللي عليك تعمله انك هتطلع المعطيات والمجاهيل بتاعتك في الجنب ده، تمام؟ وهتكتب القوانين اللي تستخدمها في الجنب ده زي كده بالظبط. انت عندك A و B دول معطيات وC ده مجهول. طيب القانون المستخدم عندك ايه؟ C بتساوي A في B، فهتعوض تعويض مباشر وهيطلع معاك الناتج، واوعى تنسى الوحده. تمام كده؟ تمام. طيب نخش بقى، لو معاك مجهولين في المساله هتعمل ايه؟ نفس الحوار، هتطلع المعطيات بتاعتك على جنب والمجاهيل بتاعتك تحتيهم على طول. بعد كده هتكتب القوانين اللي انت هتستخدمها. تمام؟ انت عندك في المعطيات A و B و C، وعندك R و D دول مجاهيل. طب انت محتاج الار عشان خاطر تجيبها القانون في دي، والدي برضو مجهول، بس انت الدي تقدر تجيبها من قانون تاني واللي هو سي في ايه. بعد كده هتجيب الدي، بعد كده تعوض في القانون ده هيجيب لك الار، وبكده تبقى جبت الناتج. واوعى تنسى الوحده، وما تنساش تعمل لايك وفولو، تبعت الفيديو ده لاصحابك، وبس كده.